السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة معانا أرنبتين والدين النهارده، واحدة بابيون وواحدة فلندر. طبعا يا جماعة هنشوف الأرانب كل واحدة والدة قد إيه، وهنشوف طبعا لو هنعمل تبني ولا لأ، وهنشوف طبعا ازاي ان احنا هنظبط العش ونحافظ على الخلفة الصغيرة ديت. كل ده في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اول حاجة زي ما قلنا بنقفل بين الولادة والبطارية كده، وبنقفل على الام، وبنبدأ ان احنا نشوف الخلفة هي. طبعا قلنا يا جماعة اهم حاجة ان احنا بنحط الارنبة الجش بتاع الرز عشان تولد فيه، او نشرط الخشب لو مش متوفر عندك جش الرز. واهم حاجة برضو الفرشة الكرتونة اللي احنا بنحطها تحت فرشة الولاد. هنجيب طبعا العلبة دي كده زي ما احنا متعودين، وهنحط فيها شوية شعر كده من بتاع الأرنبة اللي هي حطها على الأرانب. طبعا لو مش متوفر عندك شعر من بتاع الأرنبة، يعني لو الأرنبة مش ناتفة شعر ياما، ممكن إن احنا زي ما قلنا بنبقى موفرين شعر في فصل الصيف من شعر الأرانب ده. فبنجيب طبعا منه، بنبقى عينينه في شكارة أو في كيس ولا حاجة من اللي بيبقى زيادة على الأرانب، لأن طبعا الأرانب الصغيرة في فصل الصيف مش محتاجين شعر كتير زي فصل الشتاء. هنشوف طبعا يا جماعة. معانا أول حاجة هم أرنبين ميتين هم. دول أرنبين ميتين هم يا جماعة. وهنعد طبعا الحيين، ما نزعلش طبعا على أي حاجة ماتت ملناش نصيب فيها اهوت. هنعد الباقيين. بسم الله ما شاء الله. دي واحد، اتنين، تلاتة. طبعا يا جماعة من الأسباب اللي بتخلي بعض الأرانب تموت زي الأرنبين دول كده أثناء الولادة، إن هي طبعا شايفين يا جماعة الأرنب الكبير ده هو اللي حجمه كبير ده هو بتبقى الولادة متعثرة يا جماعة، نتيجة إن في أرنب بيبقى حجمه كبير ولا حاجة، فهي بتشده طبعا عشان تولد. الأرنبة بتشد تولد نفسها، فطبعا وهي بتشد بتموت بعض الأرانب، نتيجة إن هم عددهم بسم الله ما شاء الله. وفيهم أرانب الحجم بتاعها كبير، يعني دول تلات أرانب هم. لو تلاحظوا الأرنب ده هو حجمه قد إيه كبير اهو، والاتنين دول حجمهم يعني عادي، بس الارنب ده حجمه كبير، يعني معنى كده ان الولاده كان فيها تعثر نتيجه فيه بعض الارانب حجمها كبير. دول تلات ارانب اهمت، وهنعد الباقي. اربعه، خمسه، ده حجم كبير برضه يا جماعه. سته، سبعه، تمانيه، طبعا ما عادش ارانب كده، تمانيه هم. والاتنين اللي ميتين دول برضه هنطلعهم من العشه هم، هنحطهم هنا كده. دي واحد، ادي اتنين. يبقى الارنبه دي طبعا يا جماعه كانت والده 10. بالاتنين طبعا اللي ماتوا، في 8 حيين اهم بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. وطبعا اتنين ماتوا، مفيش اي مشاكل، مفيش نصيب. هنحط الارانب كده بالطريقه دي. طبعا الشعر اللي احنا حطيناه فوق، اما نقلب الارانب بالطريقه دي كده هيجي عليهم وتحتهم اهو، وهنحط فوقهم كده. وهنسيب طبعا العش ده على كده. العش طبعا يا جماعه ما فيهوش اي بلق. طبعا العش بتاعنا ما فيهوش اي بلل اهوت مطرح الولاده، ولا فيه اي حاجه مطرح الولاده، يبقى العش ده نضيف تمام التمام على كده. طيب العش لو فيه بلل او اي حاجه، هنبدا طبعا نغير المحتويات بتاعه العش. وهنشوف طبعا البلل نحوشه، والحاجات اللي لو فيه دم او اي حاجه نطلعها، ونحط الارانب يكونوا ناشفين بالطريقه ديت، ونغطي عليهم، لان طبعا يا جماعه الجو سجعه اليومين دولت، واي ارنب يجي عليه يكون سجعان هيموت. طبعا يا جماعه الفيديو ده طول الفيديو ده عدى داخل على 5 دقايق اهوت. هنقفل الفيديو ده وهنعمل لكم الفيديو اللي بعده ان شاء الله. هنصور الارنبه الوالده الثانيه الفلندر، ونشوف طبعا
لو عايزين نعمل تبني هناخد برضو من عيال الأرنبة دي، أو هنجيب على الأرنبة دي لما نشوف بس إيه الأرانب التانية قد إيه. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو أنت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.